لو انت بتفكر تشتري موبايل بمواصفات وامكانيات كويسه وبسعر مغري، وعايز الموبايل ده تكون الكاميرا بتاعته قويه، وعايز معالج قوي وسريع وبطاريه كبيره وشحن سريع، فالموبايل ده هو الحل. وده لانه بيقدم لك خلطه سحريه كده فيها كل حاجه انت عايزها باقل التنازلات الممكنه وبسعر مغري جدا، واللي بيخلي من الموبايل ده صفقه قويه جدا. الموبايل ده هو الريلمي 13 برو، وفي الفيديو ده انا هعرفك على كل حاجه خاصه بالموبايل ده. بس في الاول اتاكد ان انت عامل لايك ومشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا عبد الله ماهر، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مبدئيا كده لو اتكلمنا عن التصميم بتاع الموبايل ده، فالظهر بتاع الموبايل بيجي بلون عبقري وهو اللون الارجواني، واللي بيدي مظهر مستقبلي وفخم جدا للموبايل ده، وحقيقي هو مبهج خصوصا باللمعات اللي موجوده على ظهر الموبايل وباسم ريلمي اللي محفور في الموبايل من تحت، وكمان شكل الكاميرات الدائري والحلقه اللي ملفوفه حواليهم دي، واللي بتديه شكل جذاب وعصري جدا. فبصراحه انا التصميم بتاع الموبايل ده عاجبني جدا. هو مقارب شويه للتصميم بتاع الريلمي 12 برو، ولكن من غير الخط اللي بالطول اللي كان موجود فيهم. فانا بصراحه التصميم ده عاجبني جدا. انت قول لي ايه رايك فيه؟ الموبايل ده يا جماعه مليان مميزات انتوا لسه هتعرفوها قدام، ولكن من ضمن الحاجات اللي بتميز الموبايل ده هو ان العلبه بتاعه الموبايل حرفيا بيجي فيها كل حاجه. فانت مش هتضطر ان انت تدفع فلوس زياده وتشتري مثلا شاحن او كابل شحن او جراب، لان الحاجات دي كلها بتيجي مع الموبايل. في عندك مثلا الشحن ال 45 واط، وعندك كابل الشحن، وكمان عندك جراب شكله جميل جدا ومصنوع من الجلد عشان تحمي بيه الموبايل بتاعك. الموبايل وزنه خفيف حوالي 184 جرام، وسمكه حوالي 8.23 مللي، فانت مش هتواجه معاه مشكله في الوزن لو انت هتستخدمه لفترات طويله. ده غير ان الموبايل كمان مقاوم للغبار والميه بمعيار IP65، ولكن خلي بالك ان هو مش مقاوم للغمر تحت الميه لفترات طويله، فانت خلي بالك من النقطه دي. خلينا بقى نتكلم كده على الشاشه بتاعه الموبايل ده. مبدئيا الشاشه بتاعه الموبايل هي AMOLED فول اتش دي بلس 6.7 بوصه، 2412 في 1080 بكسل بكثافه بكسلات 391 بكسل في البوصه. البزل بتاعت الشاشه دي حجمها صغير، والشاشه بتستحوذ على حوالي 91% من حجم الشاشه الكلي، وكمان السطوع بتاع الشاشه دي بيوصل لحد 2000 نتس، فانت مش هتواجه معاها اي مشكله في ان انت تستخدم الشاشه دي تحت اشعه الشمس المباشره، لان كل حاجه على الموبايل حرفيا هتكون واضحه وقادر ان انت تقراها بكل سهوله. ده غير ان الشاشه دي بتيجي بريفريش ريت 120 هرتز، وتقدر ان انت تخليه فاريبل بحيث ان هو يتنقل ما بين 60 ل 120 هرتز علشان يحافظ على البطاريه بتاعه الموبايل وما تخلصش بسرعه. وكمان الشاشه دي هي 3D كيرف، وانا عارف ان حاجه زي كده ممكن تقلق بعض الناس، ولكن هي لها مميزات، زي مثلا لو انت بتستخدم الجسترز او الايماءات في الموبايل، فدي بتسهل عليك التنقل كده ما بين التطبيقات. وكمان وانت بتتفرج على الفيديو انت حرفيا بتحس ان انت منغمس جوه الفيديو، بتحس ان انت ماسك الفيديو بايدك. وعشان كمان ما تقلقش من نقطه الشاشه، فالشاشه دي عليها طبقه حمايه جلاس 7 اي من جوريلا، وده علشان الشاشه بتاعت الموبايل تقاوم الخدش والكسر. الشاشه بتدعم تقنيه ال HDR، فباختصار كده انت الشاشه بتاعت الموبايل دي مش هتواجه معاها اي مشكله خالص، لان الالوان بتاعت الشاشه مشبعه، فيها دايناميك رينج، فيها تفاصيل. ده غير كمان ان ريلمي حط لك كده حاجه تبع الذكاء الصناعي، ان الذكاء الصناعي بيتعرف على اجهاد عينك. لو انت مثلا بتستخدم الموبايل لفتره طويله فساعات عينك كده بتحمر او بتوجعك، الذكاء الصناعي بقى بيعرف ان انت عينك مجهده، وبالتالي بيبتدي يغير كده في الالوان بتاعت الشاشه بحيث ان هو يقلل من اجهاد عينك. فانت حرفيا مش هتعاني اي مشكله خالص من استخدام الشاشه بتاعت الموبايل ده، وهتعجبك قوي صدقني. الموبايل ده بيدعم ان انت تركب فيه شريحتين اتصال من نوع نانو، وبيدعم تقنيه الاتصال 4G و5G عشان تاخد اقصى سرعه انترنت متوفره ليك، ولكن للاسف هو مش بيدعم ان انت تركب فيه كارت ميموري خارجي. ولكن يعني انت ممكن تعوض ده بان انت تشتري موبايل سعته او ذاكره التخزين بتاعته كبيره شويه. الموبايل ده بيجي بذاكره تخزين 128 وعندك 256 وفي كمان 512، فانت اشتري الذاكره اللي هي بتناسب استخدامك. وعلشان التميز بتاع الموبايل ده يكتمل، فكان لازم الاداء بتاع المعالج ده يكون هو كمان موازي للشاشه وللتصميم بتاعه. فخلينا نتكلم كده عن الاداء بتاع الموبايل ده، واللي طبعا هنبتدي فيه بالمعالج. والمعالج بتاع الموبايل ده هو السناب دراجون 7 اس جين 2 ثماني النواه بتردد 2.4 جيجا هرتز. وعلى فكره المعالج ده هو نفس المعالج اللي كان موجود في الريلمي 12 برو بلس، والمعالج ده هو معالج متوسط بيقدم لك اداء جيد في الالعاب، فانت مثلا تقدر تلعب عليه ببجي لحد 60 فريم في الثانيه. وكمان في الاستخدام العادي لو انت بتستخدم التطبيقات اللي احنا كلنا بنستخدمها، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب،
انت حرفيا مش هتواجه اي مشكله خالص في استخدام الموبايل ده، حرفيا هيفرم اي مهمه او اي تطبيق انت بتستخدمه، مش هتحس باي لاج نهائي. وده كمان بفضل شويه حاجات تانية زي مثلا الرام، في عندك 8 جيجا رام وفي عندك 12 جيجا رام، ولو انت من عشاق الرامات و12 جيجا رام مش مكفيينك فانت كمان تقدر تزودهم 12 جيجا كمان من النظام علشان يوصل معاك لحد 24 جيجا. والموبايل بيجي باندرويد 14 وواجهه الريلمي يو اي 5.0 اللي هي تقريبا ما فيهاش اي لاج، ومن اسرع واسلس واخف واجهات المستخدم اللي انت ممكن تستخدمها على اي موبايل. فانت حرفيا مش هتواجه اي مشكله في الاداء بتاع الموبايل ده، خصوصا في المهام اليوميه. انت بس فكر في الحاجه اللي انت عايز تعملها على الموبايل ده وهو هيعملها لك بكل سهوله. كمان البطاريه بتاعه الموبايل ده كبيره 5200 ملي امبير وبتيجي بشحن سريع 45 واط. انا بصراحه كنت اتمنى ان البطاريه تكون اكبر من كده شويه، لان في موبايلات في نفس الفئه دي بتيجي ببطاريه اكبر بتوصل لحد 6000 ملي امبير، ولكن على فكره البطاريه دي هتكمل معاك اليوم مستريح، ولو انت استخدامك بسيط فالبطاريه ممكن تكمل معاك اكتر من يوم كمان. وكمان بفضل الشحن السريع بتاع البطاريه دي تقدر تشحن الموبايل من 0 لحد 50% في حوالي 25 دقيقه او اقل. فباختصار ما تقلقش خالص من موضوع البطاريه والشحن بتاع الموبايل ده. لو قلت لك كده بص على الظهر بتاع الموبايل ده وقول لي ايه اول حاجه لفتت نظرك، فانت اكيد هتقول لي الكاميرات الدائريه اللي شكلها جميل جدا واللي موجوده في ظهر الموبايل. فخلينا بقى نتكلم كده على الكاميرات دي واقول لك المواصفات بتاعتها. مبدئيا انت الكاميرا الاساسيه بتاعت الموبايل ده هي 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.0 وبتيجي بمثبت بصري او اي اس ومستشعر من سوني ال واي تي 600. وكمان في عندك كاميرا ثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل. وباختصار فالكاميرات بتاعت الموبايل ده بتقدم لك اداء ممتاز جدا، دقه وتشبع في الالوان وتفاصيل وديناميك رينج، حقيقي حاجه بتنافس اي موبايل تاني في الفئه دي. وتقدر في اي وقت ان انت تطلع الموبايل من جيبك وتاخد صوره، والصوره دي بجد بفضل البروسيسنج اللي بيعتمد على الذكاء الصناعي الهايبر ايمج بلس، فالموبايل هيطلع لك صور جامده جدا. وكمان تقدر ان انت تصور بورتريه، والتحديد بتاع الاطراف بتاع البورتريه في الموبايل ده كويس ودقيق. وكمان تقدر تصور فيديوهات 720 و1080 30 فريم او 60 فريم في الثانيه. وتقدر كمان ان انت تصور لحد 4K، ولكن ال 4K اخره 30 فريم في الثانيه بس. وحقيقي الفيديوهات اللي انت بتصورها بالموبايل ده بفضل الكاميرات وبفضل التثبيت البصري فانت حقيقي بتاخد فيديوهات مشبعه ودقيقه. اما بقى بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي 32 ميجا بكسل بمستشعر برضو من سوني وهو الاي ام اكس 615. والصور السيلفي بتاعت الموبايل ده مش مختلفه كتير عن الصور بتاعت الكاميرا الخلفيه، خصوصا في الاضاءه الكويسه، فيها تفاصيل وفيها تشبع في الالوان. وكمان تقدر ان انت تصور فيديوهات بالكاميرا الاماميه 720 و1080 و4K، ولكن التصوير الفيديوهات بالكاميرا الاماميه هو اخره 30 فريم في الثانيه بس لكل الجودات. ودي تجربه تصوير بالكاميرا الخلفيه على اعلى دقه ليها وهي 4K 30 فريم في الثانيه. وبرده يعني الصوت بتاعي بيتسجل عن طريق المايك بتاع الموبايل علشان برده تقيموا الجوده بتاعه المايك. وعايزكم برده تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو وايه رايكم في تصوير الفيديو بالنسبه للموبايل ده، عرفونا رايكم برده في الكومنتات. دي تجربه تصوير فيديو كده بالكاميرا الاماميه بتاعه الموبايل على اعلى دقه ليها وهي 4K 30 فريم في الثانيه. وعلى فكره انا مش بسجل بمايك ولا اي حاجه، انا بسجل بالمايك بتاع التليفون عشان برضو انتوا تقيموا كل حاجه كده، الكاميرا والصوت اللي بيطلع من المايك بتاع الموبايل ايه رايكم فيه. عايزكم تشاركوا معايا كده وتعرفوني رايكم في الكومنتات. طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم عن موبايل جديد من غير ما نتكلم عن مميزات الذكاء الصناعي اللي موجوده فيه، وخصوصا الموبايل ده لان بيجوا بشويه مميزات كده ذكاء صناعي مفيده وعمليه وانت حرفيا هتقدر تستفيد بيها، زي مثلا ميزه الاي اي ريسر. ودي ببساطه لو انت خدت صوره وفيها حاجه مش عاجباك فعن طريق الميزه دي تقدر ان انت تحدد على الحاجه اللي مش عاجباك في الصوره دي، والذكاء الصناعي هيستبدلها بالحاجه اللي كانت المفروض تكون موجوده مكان الشيء اللي انت شلته من الصوره دي. وده علشان في الاخر الصوره تبان وكانها صوره احترافيه مش باين ان هي متعدل فيها تماما. وعندك ميزه الوضوح الفائق او الالترا كلاريتي، ودي ببساطه لو انت كان عندك صوره مهزوزه او صوره قديمه فعن طريق الميزه دي تقدر ان انت ترفع من جوده الصوره. ده غير ميزه تانية زي ان الذكاء الصناعي بيتعرف على الحاجه اللي موجوده على الشاشه لما انت تلمس بصبعين على الشاشه. فلو في صوره مثلا يقدر ان هو يتعرف ان في صوره موجوده على الشاشه، وتقدر ان انت تاخد الصوره دي وتبعتها بالشكل اللي قدامك ده لاي حد سواء على فيسبوك او واتساب بضغطه واحده. وكمان في عندك ميزه تحسين الاداء بالذكاء الصناعي، واللي بيحسن لك اداء الالعاب واداء الموبايل بشكل عام عن طريق الذكاء الصناعي. الموبايل ده بيدعم ال NFC، وده عشان تقدر تنقل الملفات بشكل لاسلكي، او حتى بعد كده ان شاء الله في المستقبل لما جوجل وولت تتفعل في مصر فانت من خلال برضو الميزه دي تقدر ان انت تدفع عن طريق الميزه دي. نيجي بقى لاخر حاجه في الفيديو وهو سعر الموبايل ده. النسخه ال 12 جيجا 512 بتيجي بسعر حوالي $312 او حوالي 19000 جنيه في وقت تصوير الفيديو.
وبس دي كانت كل حاجة عن موبايل الريلمي 13 برو. لو في عندك أي سؤال بخصوص الموبايل ده اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان كل جديد. كان معاكم عبد الله ماهر، سلام.